هقول لكم النهاردة عن قصة غريبة قوي عن الفنان أحمد رمزي ورشدي أباظة، ويمكن كمان تكون أول مرة تسمعوا عنها. أكتر اتنين صاحبهم أحمد رمزي في حياته هما رشدي أباظة وعمر الشريف، والاتنين مش بيطيقوا بعض، بس هما الاتنين بيحبوا أحمد رمزي وبيعتبروه صديقهم المقرب، والاتنين فضلوا معاه لحد آخر لحظة في حياته. المهم إن أحمد رمزي ورشدي أباظة كانوا صحاب جدا وقربوا قوي من بعض لما عمر الشريف سافر، فبقوا تقريبا مع بعض على طول. بس الاتنين كان ليهم طريقة غريبة شوية في الهزار، إنهم بعد ما يخلصوا سهرتهم مع بعض كل يوم ينزلوا دب في بعض ويضربوا في بعض بدون منطق وبدون سبب، لدرجة إن أحمد رمزي بيقول إنه مرة لقى نفسه مش قادر يتنفس، فبيفتح عينه لقى نفسه تحت المية، لأنهم كانوا بيتخانقوا وفضلوا يضربوا في بعض لحد ما نزلوا تحت المية، لأن المكان اللي كانوا سهرانين فيه كان فيه بسين، وكويس كمان إنهم مغرقوش بعض. لما عملوا سوا فيلم تمر حنة مع نعيم عاكف، كان الفيلم من إخراج حسين فوزي. حسين ده جوز نعيم عاكف، فقال لهم بصوا بقى في مشهد خناقة وهتضربوا بعض فيه، ودي متعتكم، أنا هروح أتغدى وانتم تعملوا مشهد الخناقة والمساعد هيصوركم. وفعلا فضلوا يضربوا في بعض من غير إخراج ولا سيناريو ولا أي حاجة. ولما رجع حسين فوزي من الغدا لقاهم خلصوا المشهد، قال لهم هايل اللي بعده. وفضلوا على الحال ده 10 سنين، كل يوم يتخانقوا وينزلوا ضرب في بعض. فأحمد رمزي استغرب، قال هو احنا بنضرب بعض ليه؟ فراح لرشدي أباظة قال له يا ابني ما احنا بنبقى كويسين أول السهرة، بنضرب بعض ليه آخر اليوم؟ فقال له رشدي أباظة أنا لازم أضربك أنت، لأن لو ضربت حد تاني هيموت. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى، ليه تضرب حد أصلا يا عم رشدي؟ وكانوا معروفين كمان في شارع عماد الدين إن أي كوباية تتكسر بيحاسب عليها أحمد رمزي ورشدي أباظة، لأنهم أكيد هم اللي كسروها. في يوم اشتغلت الخناقة معاهم، وراح واحد من اللي كانوا قاعدين طالب لهم بوليس النجدة، وفعلا جت وخدتهم. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.